بالنهار انا ديك الاستاذه الصارمه اللي كتشرح وتوجه التلاميذ ديالها، اللي كيبان عليها انها متحكمه في كل شيء وعارفه في كل شيء. ولكن بالليل كنتحول لهذا الصوت اللي كتسمعوه دابا، صانعه محتوى من وراء الميكرو. ولكن اللي الاغلبيه ديالكم ما عارفينوش هو ان هاد القناه وهاد الصوت كانوا هما السبب الوحيد اللي عتقني من وحده من اصعب واظلم واقصى الفترات في حياتي. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست نبض الحياة. حلقة اليوم غتكون مختلفة، ما فيهاش نصائح ولكن فيها قصتي أنا. اليوم غنعاود لكم كيفاش الضغط كان غيدمرني، وكيفاش هاد القناة رجعت لي الحياة، وكيفاش اليوتيوب عتقني. باش تفهموا القصة خاصنا نرجعوا شوية للور. أنا كبرت في مدينة صغيرة، ديك المدينة اللي كتعرفي فيها كل شيء. كنت عايشة في واحد الكومفورت زون، أو بمعنى منطقة الراحة ديالي، راحة زوينة دافية، كاينة الدار، كاينة العائلة، كل شيء قريب. خدامة في الخدمة ديالي، مرتاحة في المؤسسة اللي راني فيها. وبحالي بحال أي بنت جا الوقت اللي غنتزوج فيه. الزواج كانت فرحة ومرحلة جديدة، ولكن التغيير اللي جا مع هاد الزواج كان جذري. لقيت راسي هازة حوايجي ومخلية ديك المدينة الصغيرة باللي فيها وماشية لمدينة كبيرة. خليت فيها ميمتي، بابا، اختي، عائلتي، صاحبتي انتيم، يعني خليت كل شيء تماك وجيت لهاد المدينة الكبيرة. في اليامات الاولى كيبان لك كل شيء زوين، ولكن النهاية ديال هاد البداية صافي ملي كيساليو الايام الاولى كيبدا الواقع. تما كتحسي بالصدمة. علاش حسيت بالصدمة؟ لان الايام الاولى كانت فترة عطلة. ملي وصل شهر 9 ووصل شهر 10 كان خاصني نرجع للخدمة. زيد عليها انني بديت خدمتي كأستاذة في هذا المحيط الجديد، محيط ما كنعرف فيه حتى شي حد، يعني الناس جدادين عليا، كنعرف غير راجلي صافي. وهنا بدات المعاناة اللي ما كنت كنعاودها لتا واحد من غير زوجي الكريم. دابا تخيلوا معايا الروتين ديالي. كنفيق الصباح بكري، كنقاد حالتي ونوجد راسي، كنفطر، كنخرج للزحام. كتخرجي كتلقاي الزحام، لومبوتياج، الكلاكسونات، الناس معصبه. الوغ كنوصل للخدمه ديالي مستنزفه طاقيا قبل ما ندخل القسم، صافي الطاقه ما بقاتش عندي. ولكن كأستاذة ما عندكش الحق تباني ضعيفة قدام التلاميذ. خاصك تدخلي وترسمي ابتسامة عريضة وتشرحي الدرس بكل طاقة، واخا انتي من الداخل ديالك مهلوكة. ملي كنت كنرجع للدار كنت كنحس بواحد الفراغ كبير. الضغط ديال الخدمة، البعد على العائلة، وهذا الروتين السريع. لان في مدينة كبيرة كل شيء كيجري واحد الضغط، ماشي بحال المدينة الصغيرة اللي كنت فيها. وهذا الشيء كامل تجمع عليا بحال شي جبل. وصلت لواحد المرحلة اللي ما بقيتش قادرة نتحمل. وليت كنجلس بوحدي كنبكي بلا سبب. فقدت الشغف في اي حاجة كنت كنبغيها. ديك البنت اللي كانت ديما ضحكة ونشيطة بدات كتطفى، بدات كتموت شوية بشوية.
تطور هادشي لدرجة وليت كنحس بضغط نفسي خايب، دقات قلبي كتولي سريعة، وما كنقدرش نتنفس مزيان في وسط الزحام. حسيت براسي دخلت في واحد الدوامة كحلة، يعني انا ولو كيجوني واحد الافكار ما كنقدرش ننعس بالليل، كيجيني الارق، وقلت مع راسي واش هذه هي الحياة اللي غنعيش ديما؟ غير خدمة، ستريس، النعاس ما كاينش. يعني صافي وليت مريضة، وليت عيانة، ما بقاش عندي الجهد، وليت غير باغا نبقى غير بوحديتي، غير كنبكي. صافي كنهضر مع ماما في التليفون كنبدا نبكي، كنقول صافي عييت ما بقيتش قادرة، لدرجة انني صافي الخدمة وليت كنمشي ليها بواحد الصعوبة. في وسط ديك الظلمة اللي انا كنت فيها بقيت كنقلب على شي ضوء، قلت مع راسي راه مستحيل نكمل هكا، خاصني شي متنفس، خاصني شي حاجة نديرها غير لراسي، ماشي لراجلي، ماشي لتلاميذي، وماشي للمجتمع، شي حاجة ديالي انا، شي حاجة اللي نحس بها بالراحة وانا كنديرها. وهنا طاحت عليا الفكرة ديال اليوتيوب. كيعجبني نهضر، كيعجبني نشارك الافكار، علاش لا؟ ولكن واش سهلة؟ لا. اول حاجة بعدا جاتني لراسي هي شنو غيقولوا الناس. انا استاذة، عندي مكانتي في القسم، كيفاش غنتقبل فكرة انني ندير قناة؟ الناس اللي خدامين معايا، الاستاذات، يعني زملاء العمل ديالي، العائلة، شنو غيقولوا؟ هذاك الخوف من حكم الناس والمجتمع كان غيقتل الفكرة قبل ما تبدا اصلا. ولكن واحد النهار جلست مع راسي وقلت هاد الناس اللي خايفة من رأيهم، واش هما اللي كيواسيوني ملي كنكون كنبكي بالليل؟ واش هما اللي حاسين بالخنقة اللي فيا؟ الجواب كان لا. الحمد لله راجلي كان مساندني من البداية، ما قالش لي لا ما تفتحيش قناة في اليوتيوب، ولا بالعكس كان هو المشجع الأول ديالي، وكان بغي نشكره، وعارفة كي تصنت البودكاست ديالي كنبغي نشكره بزاف على الوقفة اللي وقف معايا. إذن توكلت على الله وشديت الميكرو، وكانت يدي كترعد وانا كنسجل اول بودكاست ليكم. وهكا بدات لي الرحله، ولات حياتي عندها طعم اخر، مقسومه على 2 شخصيات كيكملوا بعضياتهم. بالنهار انا الاستاذه كنعطي من قلبي للتلاميذ، وبالليل ملي كيسالي الصداع ونكمل شغالي كنسد عليا باب البيت وكنجلس قدام الميكرو، وكنحس براسي تحررت من هادوك الضغوطات كاملة، وكنرجع عفوية وانا كنهضر معاكم ولا كنصحكم وانا كنسجل لكم البودكاست. وهنا خاصني نوجه لكم نتوما اكبر شكر في الدنيا. ملي حطيت الفيديوهات الاولى، التفاعل ديالكم، التعاليق اللي كنت كنقراها، كنت كنبكي بالفرحه. حسيت باللي ما رانيش بوحدي في هاد المدينه الكبيره، حسيت باللي عندي صحابات في كل مدينه في المغرب، بل في العالم كامل. والحمد لله وليتو نتوما هما الحافز ديالي باش نفيق الصباح. كنفيق كنقول لا اليوم خاصني نسجل بودكاست، البنات كيتسناو، لا خاصني يعني اليوتيوب كان هو العلاج ديالي صراحه. اليوتيوب عتقني بزاف، خرجني من هذاك الاكتئاب اللي كان غادي يبداني، وهذاك الضغط اللي كان كياكلني كل نهار، ورد ليا ديك النسخه الزوينه ديالي. علاش عاودت لكم هادشي كامل؟ ماشي باش نشكي عليكم،
ولكن حيت عارفة باللي دابا في هاد اللحظة اللي كتسمعيني فيها كاينة شي وحدة فيكم كتعيش نفس الضغط، سواء بدلتي مدينتك، سواء عندك مشاكل في الخدمة أو مشاكل في حياتك، أو حاسة براسك ضايعة وسط المسؤوليات ديال الدار والولاد. رسالتي لك اليوم من القلب: خلقي المتنفس ديالك، ما تسنيش شي حد يجي يخرجك من ديك الدوامة، عتقي راسك براسك. ماشي بالضرورة تديري قناة في اليوتيوب، يقدر يكون المتنفس ديالك هو الرياضة، هو الرسم، هو الخياطة إذا كنتي كتحبي تخيطي، القراءة، ولا غير تمشي تمشي نص ساعة بوحدك في النهار. وديك الشميشة الله يجعل البركة. المهم ديري شي حاجة كتحسسك باللي راكي باقة حية، وما تسوقيش لأشنو غادي يقولوا الناس. ما عمرك تسوقي لأشنو غادي يقولوا الناس ولا يهمك الرأي ديالهم. ديري داكشي اللي كنتي، لأنه هو الحاجة الوحيدة اللي كتحسك بالراحة لداخل. شكرا حيت عطيتوني وقتكم وسمعتوا القصة اليوم. دابا بغيت نسمع قصصكم نتوما، قولوا لي في التعاليق وشاركوني شنو هو أصعب تغيير عشتوه في حياتكم، وشنو هو المتنفس اللي كيعاونكم تتجاوزوا الضغط، باش نستافدوا كلنا ونتعلموا من بعضياتنا. كنوعدكم غنقرا كل شيء وغنجاوبكم. ما تنساوش تخليو لايك الى عجبكم هذا النوع من الفيديوهات، واشتركوا في القناة باش تكبر العائلة ديالنا كتر وكتر. تهلاو ليا فراسكم بزاف، كنبغيكم ونتشوفوا في الفيديو الجاي. بسلامة.